السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. شوفوا اليوم واش راح نديروا شوربة فريك تاع ناس الشرق لرمضان إن شاء الله. راح نديروا وصفة تاعها الأصلية اللي تجي بها بنينة. هذيك الشوربة تاعنا تيجي هايلة، عندها جو وريحة سبيسيال تاع رمضان إن شاء الله. شوفوا كيفاش القوام تاعها تيجي خاترة وتيجي بنينة، تيجي رائعة. يعني هذه الشوربة ما تخطيش الطاولة تاع رمضان شهر كامل 30 يوم، ديما هي الطبق الرئيسي في الطابل تاع رمضان ان شاء الله يا ربي، لا فاقدين ولا مفقودين. شوفوا الطريقة اللي نطيبوها بها هذيك الشوربه تاعنا. جبنا احنا لهنا طرف تاع اللحم الخروف، هي بنتها لحم الخروف، اللحم تاع الشطوب كما يقولوا. هذاك هو اللي يجي تاع ليكوت، هذاك الطرف هو اللي يجي به بنين هذاك اللحم تاعنا. وانا زدت معاه شويه تاع ليسكالوب. شوفوا المكونات اللي نديروهم: بصل، مغرف طوماطيش مصبره، ريشه كرافس. شوفوا البهارات اللي رايحين نحطوهم نضيفوهم فيه: عندنا الزنجبيل، كركم، فلفل اسود، راس الحانوت، الملح وشويه تاع حرور هريسه. وعندنا لهنا القزبر اللي هو الحب تاع الدبشه، مرحي مجفف ومرحي، يجي يعطي الجو هايل الشوربه تاعنا، يعطيها واحد الذوق تاع الاعشاب، تجي فيها نسمة والريحة، يعني تجي منسمة وتجي بنينة بالقزبر. يعني هو القزبر سبيسيال للشوربة يندار، هذا البهار هذا يندار في الشوربة فقط. حطيناهم شوية زبدة وشوية تاع زيت. قطعنا هذاك اللحم تاعنا قطع هكذا في الشوربة، يجي اللحم مقطع ما يجيش كامل الطرف مورسو تاعنا. نحطو كذلك هذوك القطع تاع السكالوب تاعنا. هي الشوربه بنتها باللحم الخروف، هي اللي تجي بنينه يعني به من احسن من اللحوم كامل. قليناهم في الزبده هذاك اللحم تاعنا، شوفوا كيفاش قليناه في الزبده والزيت فقط. دركا نضيفوا له البهارات: كركم، فلفل اسود، راس الحانوت، ملح وحرور، زنجبيل وقزبر كما قلنا، قزبر مرحي مجفف ومرحي. نضيفوا هذيك البهارات تاعنا كامل باش دوكا نقليوه في هذو المكونات، والملح طبعا. نحطوا كذلك البصل مقطعه، درناها قطع. من بعد نصفيو البرمه تاعنا، مرق تاعنا قبل ما نضيفوا الفريك رايحين نصفيوها المرق تاعنا. يعني البصل يكون مقطع احسن، تجيك بنينه احسن من يكون مسكرفش. ونحطوا ملعقه تاع الطوماطيش مصبره، طماطم يعني تاع الباط. خلطوا هادو المكونات ونحطوها تتقلى مليح فوق النار تكون دليله، يعني ناقص الغاز تاعنا. شوفوا كي تقلات، وهذوك البهارات والمكونات اللي حطينا والبصل دابوا كامل. طوماطيش تاع الباط ما حتى عفوا تاع الحب هذا وين راح نحطوها، ما حطيناهاش غبيل باش ما تفسدناش التقليه تاعنا. نضيفوا الطوماطيش تاع الحب، حبه طوماطيش مسكرفجه، ونضيفوا الريشه تاع الكرافس ونمرقوا. شوفوا مرقت جوست بنص لتر تاع الماء، يعني جوست ما غطيت هذاك اللحم تاعي فقط. ونرجعها تغلي مليح حتى يقرب هذاك اللحم تاعي يطيب باش نصفيها ونحط الفريك. دوك حطيناها هكذا تغلي، حطينا راس فلفل حار، نحطوها تغلي مليح مليح، نغطيوها ونحطوا هذيك القدره تاعنا فوق النار. بعد ما غلات هذيك القدره تاعنا وقرب اللحم تاعنا يطيب، صفينا هذاك المرق. شوفوا كيفاش صفيناه، يعني راحوا منه دوك الشوائب تاع الطوماطيش والبصل اللي كانوا فيه كامل صفيناهم. نحطوا الفريك. شوفوا الفريك تاعي انا اللي نستعمل كيفاه لونه يجي ابيض. علاش؟ حطيت 3 ملاعق، يعني الفريك راهو يتضاعف. حطيت 3 ملاعق تاع فريك تاع الشعير، سي بوغ سا اللون تاعو ابيض. للناس اللي مرض بالقولون ولا اللي ميهلكهم الفريك، فريك تاع الشعير منعته لكم مره من قبل. شوفوا الشوربه تاعنا كي طابت. الفريك تاع الشعير ما يديرلكش الم ولا ينفخ لك القولون تاعك، مليح بزاف وخفيف على الاستوما في رمضان. والبنه تاعو كيف كيما الفريك الاخر، يعني نفس الشيء. شوفوا الشوربه تاعنا طابت، الريحه تاعها هايله، يعني ريحه رمضان. الريحه تاع رمضان سبيسيال، والذوق تاع رمضان راهو سبيسيال، يعني ماشي كيما تاع ساير الايام. جات الشوربه بنينه بزاف، ريحتها تشهي وجات هايله.
شوفوا كيفاش في صحن التقديم حطينا لها شويه دبشه من فوق، يعني للتزيين وللذوق كذلك. الدبشه جات هايله، جات حمراء وبنينه، الريحه تاعها تشهي والذوق تاعها كذلك، يعني بنتو هايله. لرمضان ان شاء الله. والشوربه هذه رانا نديروها في العراس، في كامل الافراح نديروا الشوربه تاعنا، في رمضان، في الفرح ولا في القرح، ديما الشوربه فريك حاضره في الموائد يعني الجزائريه، وسورتو موائد تاع ناس الشرق. شوفوا القوام تاعها كيفاه، يعني راهي تجيكم خاطره. شوفوا جات خاطره بالفريك وجات بنينه، والريحه تاعها تكل سخونه يعني الشوربه. شوفوا كيفاش القوام تاعها. بون ابيتي وفي امان الله وحفظه.